الورقة الرابعة والثلاثون. وصلنا إلى وادي الحجر بعد 5 ليال من السفر الدؤوب، لم نذق فيها طعم الراحة إلا لشربة ماء أو قضاء حاجة. استقبلتنا صحراء شديدة الصفرة، طغت عليها الشمس بلهيبها، حتى شعرنا بسخونة الحصى من فوق ظهور الخيل. نظرت حولي وأنا أحجب الشمس عن عيني بيدي، لعلي أرى ظلا لشجر أو حجر، فلم أجد سوى هضابا باسقة تعلوها صخور مدببة كأسنام الإبل، لا ظل فيها ولا نبات. أشفقت على الشيخ عابر وعلى نساء القافلة من هذا الجهد المضني والألم البالغ الذي أرهق القلوب والأجساد، حتى بدت القافلة عند دخولها إلى وادي الحجر كقافلة أشباح فقدت أرواحها على باب المدينة الملعونة. كنت بين لحظة وأخرى ألقي نظرة على أروى الجالسة في هودجها الممزق، فأرى في عينيها نظرة ذابلة لم تتجاوز محجريها الغائبين من البكاء والتعب، فينفطر قلبي حزنا عليها، وأتمنى لو تتاح لي الفرصة كي أضمها إلى صدري، لعلها تستمد من فؤادي ما تربط به على قلبها. أما أنا فلم أكن أشعر بالحزن والألم فحسب، بل كان شعوري بالهم أكبر، وكان همي هو تلك الأمانة التي وضعها شهبور حول عنقي. فأي شيء أثقل على النفس من أمانة تحملها لمن لا يثق بك، فإن ضيعتها الأيام رغما عنك صدق ظنه فيك ولم يشفع لك عنده غدرا. تحسست يدي رسالته التي قرأتها أكثر من 10 مرات خلال الأيام ال5 الماضية. أعاد عقلي كلماتها وكأنها أنطقته مسة أناملي للفافة المطوية في جيب جلبابي: ليكن السر بينك وبين الشيخ عابر حتى أعود. إن هلكت فالمال لكما، وإن عدت فلك الربع مما حفظت. وحين أخبرت الشيخ عابر بأمر رسالة شهبور وأطلعته على السر الذي أخفاه عنه ولده وصديقه، بكى واشتد عليه الهم والحزن وقال: ليتنا فقدنا المال ولم نفقدهم. قلت له مهونا: لم يكن كرونوس ليتركهم أحياء في كل الأحوال يا شيخ عابر، وحسبنا أن لديهم الآن فرصة في النجاة. مسح لحيته التي ابتلت بدموعه وقال: بل حسبنا الله ولا شيء غيره، فهو أرفق بهم منا. وصلنا إلى نهاية الوادي، فوجدنا في استقبالنا ركب من أصدقاء شهبور يقفون في منتصف الطريق ويحملون في أيديهم قرب الماء البارد. ابتهج قلبي لرؤيتهم. نزلنا من فوق ظهور الدواب ثم ترجلنا جميعا. صافحهم الشيخ دوما والشيخ عابر، وبدا أنهم يعرفون بعضهم بعض من قبل. تناولت قربة من الماء من أحدهم ثم شربت حتى أرتوي جفاف حلقي. أمسك بعضهم بزمام النوق والخيل المنهكة وصاروا بها مع الحراس كي يروها إلى مشرب الدواب الموجود خلف الهضبة، بينما صحبنا دليل منهم إلى مساكن القربة بأعلى الهضبة. ورغم إرهاق الصعود إلى الجبل لم أستطع أن أمنع ذهولي مما رأيت حولي، فلم تكن بيوت السموديين مباني بنيت بالحجر، بل نحتت نحتا في الجبال، حتى باتت الجبال من حولي كبيوت نحل تساوت أضلاعها بدقة وكأنما نحتتها يد الجان. وهتفت في نفسي عجبا حين رأيت صخرة مهولة تحولت إلى قصر مشيد، نقشت واجهته وتزينت بيد ناحتها وكأنها قطعة خشبية تلقفتها يد نجار ماهر. أشار الدليل إلى جبل به عشرات البيوت وقال: هنا إقامة الرجال، ثم أشار إلى جبل أصغر وقال: وهنا إقامة النساء. دخلت إلى إحدى الحجرات فتنسمت أنفي لأول مرة نسيما رطبا وهواء عليلا لا يقارن بقيظ الوادي، وتعجبت كيف تحتفظ تلك الحجرات الأشبه بالكهوف ببرودتها. نظرت حولي فرأيت الجدران الصخرية وقد استوى سطحها، وفتحت بها نوافذ للضوء والهواء، كما نحتت بها مقاعد وأسرة وقنوات تحمل مياه الأمطار من سقف الحجرة إلى حوض داخلها. وتذكرت ما قاله الشيخ نابت عن بأس السموديين، وأيقنت حين رأيت ما صنعوه أنهم كانوا أشد بأسا مما ظننت. خرجت فوجدت رجال القافلة وقد وقفوا للصلاة في مساجد منبسطة أمام الحجرات، وقد يمموا وجوههم شطر الشمال.
تعجبت أن الشيخ دومة هو من يقوم بإمامتهم في الصلاة، وأن الشيخ عابر لم يكن بينهم. جاء في خاطري أنه قد أخلد إلى الراحة بعد مجهود السفر الشديد، فلم أسأل عنه، كما أن ذهني كان مشغولا بأمر الناقة المحمولة بقدور الذهب، وكنت قلقا من كونها بعيدة عن عيني، وخشيت من أن تقع مصادفة غير محمودة تزيد الأمر تعقيدا، فنزلت إلى مشرب الدواب كي أراقبها. وصلت إلى ساحة البئر، فوجدت حارسا من القافلة مع أصدقاء شهبور يقفون إلى جوار الناقة ينتظرون دورهم في السقيا. كان مشرب الدواب متسعا يتوسطه بئر ضخم ترفع منه المياه ثم تصب في قنوات على الجانبين تنهل منها صفوف الدواب، وكلما فرغ صف من السقيا أصدره الرعاء كي يحل محله صف آخر. علمت من الحارس أن هذه البئر كانت تشرب منها ناقة صالح، وأن الناس بعد هلاك ثمود لم يعودوا يشربون منها، وجعلوها لسقيا الدواب فقط تكريما للناقة. انتظرت معهم قليلا حتى حان دورنا. أراد أحد العمال أن يضع عن الناقة حمولتها قبل أن تشرب، وهم أن يرفع أحد القدور، ولكنني نهرت عن ذلك، وقلت له محذرا: لم تعد لدينا سوى تلك القدور، فحذار من أن تتحطم منها واحدة. ظلت الناقة تنهل من الماء لفترة طويلة كي تعوض العطش الذي عانت منه خلال الأيام السابقة، وبعد أن فرغت من سقياها سحبتها من لجامها فاستجابت لي وصارت خلفي في خضوع. تعجب الحارس من صنيعي وسألني: ألن تتركها في مناخ الدواب؟ قلت له كاذبا: أمرني الشيخ عابر بأن أعقلها وحدها بعيدا عن البعير كي لا تتحطم القدور. صعدت بالناقة حتى وصلت إلى مدخل حجرتي، فأنختها في الساحة المقابلة للحجرة، ثم ربطت حولها حول حجر كبير. كانت الساحة خالية، وقد بدا أن رجال القافلة قد فرغوا من صلاتهم ثم أخلدوا للراحة. قمت بحمل القدور ورصها الواحد تلو الآخر داخل حجرتي حتى امتلأت الحجرة بالقدور إلا من موضع السرير. نفدت قواي أو كادت بعد هذا الجهد المتصل، فألقيت بجسدي على السرير المنحوت من الحجر والمفروش بصوف الغنم، وقد عزمت أن أنام يوما أو بعض يوم. لم أدري كم من الوقت مر، ولكن الوقت كان وقت سحر حينما أيقظتني هزة رفيقة في ظلام الليل. فتحت عيني متيقظا لأجد الشيخ عابر يجلس على طرف السرير وفي يده قنديل من الزيت. أشار إلي بيده كي أهدأ وألا أصدر صوتا، ثم أشار إلى عبدين أسودين وقف أمام باب الحجرة، فأمرهما بأن ينقل القدور إلى محفة خشبية وضعوها أمام الباب. قام العبدان بنقل القدور في سرعة، وأنا ما زلت على عجبي. بعد أن فرغ قام الشيخ عابر من مجلسه ونادى بصوت خفيض: عدنان! دخل إلى الحجرة شاب أعرابي شديد الطول عريض الكتفين، حتى أن رأسه كادت أن تلامس سقف الحجرة. قال الشيخ عابر: عدنان حداد من الجنوب، وبيننا وبينه صهر. قابلته عند الظهيرة وطلبت منه أن يصهر لنا الذهب في سبائك حتى يتيسر لنا حمله. استحسنت الفكرة ووجدت فيها حلا لمعضلة القدور، فتابع الشيخ عابر موجها حديثه للحداد: متى تفرغ من ذلك يا عدنان؟ قال عدنان بصوت رنان يشبه طرقات المعدن: لن تزيد عن بضعة أيام يا سيدي الشيخ. هز الشيخ رأسه وقال: أحضرها إلى هنا في حجرة شمعون وقت أن تفرغ منها، وحذار أن يعلم أحد بالأمر سواك. قال عدنان في ثقة: سآتي بها إلى هنا، ولن يعلم العبدان بما تحويه القدور. ثم استأذن عدنان في الانصراف. جلس الشيخ عابر على حافة السرير، فضممت ساقي وأفسحت له مكانا للجلوس. كان الإجهاد يعلو وجهه، ويبدو أنه لم ينم نوما كافيا. قلت مشفقا: ألا تستريح سيدي الشيخ؟ فقد شق عليك السفر والسهر. تنهد ثم قال: يستريح الجسد بالنوم ويستريح القلب بالذكر، وقد مكست أناجي النور في ظلام الليل. نظرت إليه في إشفاق وقلت له معزيا: سأدعو لهما بالنجاة. قال في تسليم أعجزني عن الكلام: تعلمنا الشكر على النعمة والصبر على البلاء، وأن نتوكأ على الأعمال الصالحة في أيام الانكسار. ثم تنهد وتابع:
اعلم يا شمعون أن قضاء الله ليس بسهم طائش، وإنما سهم نافذ تحكمه يد القدر، فيصيب به من يشاء وقتما يشاء، لعلم نجهله وحكمة لا نستقيها. وكنت لأول مرة أسمع كلمة القدر، فقلت له مجدوها: وما القدر؟ صمت قليلا ثم قال: القدر يا بني هو التدبير بميزان الحكمة، واللطف بميزان الرحمة، والتقويم بميزان العدل، وكل ما يقدره الله لنا يكون إما لحكمة يدبرها، أو لطف من رحمته، أو تقويم لما عوج من أمرنا، ولذا وجب علينا الثناء على قدره في كل حال. نزلت كلماته على قلبي كقطرات الندى، فقلت: ما أصدق كلماتك يا سيدي. ثم قلت حالما وأنا أقيس كلماته على حالي: قدر الله لي أن أفارق أهلي، وأن أمر بتلك الأحداث تقويما لمعصيتي، ثم كان لطيفا بي إذ جمعني بكم، وأشعر أن هذا لم يكن عبثا، وإنما لحكمة لا أعلمها، وما زلت في انتظار معرفتها. وضع يده على كتفي ثم قال: اسمع يا شمعون، قد صارت لك بيننا مكانة، وصرت عندي بمنزلة الحفيد، ولذا سأسر إليك بأمر لم أخبر لأحد من قبل. أومأت برأسي موافقا دون أن أنطق، فقال: أشعر بأني لن أقوى على مغادرة بكة بعد أن نصل إليها، ولا رغبة لي في العودة إلى برية سين مرة أخرى. فغرت فاهي دهشة، وقد أسقط في يدي من الخبر، فتابع قائلا: لقد عزمت على أن أترك التجارة، وأمر القبيلة إلى نابت إذا رده الله سالما، أو إلى دومة إذا قضى الله أمرا كان مفعولا. أما أنا فسأبقى إلى جوار البيت، فقد تقدم بي العمر وأنهكني السفر والترحال، وأريد أن أقضي ما بقى من حياتي إلى جوار بيت الرب. قلت في حزن حقيقي: ولكن صحبتك هي ما تهون علي أمر الدنيا. ربط على كتفي في عطف وقال: ولهذا أخبرتك قبل أن أخبر أبنائي. ثم تابع: وأرى يا بني أن تظل في صحبتهم إلى أن يشاء الله لك أن تجد قومك في برية سين، وانزع من رأسك فكرة الأرض المقدسة، فالله موجود في كل مكان. ولو كان هذا الحديث قد دار بيني وبين الشيخ عابر قبل ذلك بشهور ما ترددت في رفض طلبه، ولكنني بعدما مر بي في الأسابيع الماضية وجدتني أقول له في استسلام وقد غرورقت عيني بالدموع: لم يعد لي أهل سواكم يا شيخ عابر، وقد يجمع الله بيني وبين أهلي، فلن أفارقكم ما حييت. قبل رأسي في عطف، ثم قام من مجلسه، فقمت احتراما له. حمل مصباحه في يده ثم خرج من الباب، وقبل أن ينصرف قال لي: لا تترك بابك مفتوحا أثناء الليل، ففي الحجر تكثر قطط الصحراء والضباع ليلا. كان اليومان التاليان مليئين بالأحداث. شرعنا في اليوم الأول في إصلاح الهوادج التي حطمها كورونوس وجنوده حتى أعدناها كما كانت. كنت سعيدا بما صنعناه، وأعادتني تلك الأعمال إلى ذكريات النجارة في نزلنا السابق. فاستيقظت في صباح اليوم التالي وقد تلبستني روح أبي زخاري النجار، وقد تفتق ذهني عن صنع عربة خشبية تحمل لنا الأجولة وتجرها الأحصنة بدلا من الرجال، على غرار العربات التي رأيتها في إيدوم. قضيت اليوم كله في البحث عن ألواح الخشب الملائمة في سوق الجحر، والتي كانت رغم زحامها صغيرة الحجم ولا تقارن بسوق بصرة المهولة في إيدوم. استأذنت الشيخ دوما في بعض المال كي أشتري مثقابا ودقماقا وحجرا للقشط وما يلزمني من أحبال ودسر، فأعطاني إياها. تعاونت مع بعض الرجال في نقل الألواح التي جلبناها إلى ساحة ظليلة خلف التل الذي نقطن به كي أبدأ العمل بالعربة. قضيت وقت الظهيرة كله في تقطيع الألواح وقشطها بالحجر في حماس حتى مالت الشمس إلى المغيب. اكتشفت أني لم آكل شيئا في خلال اليوم، وقد شعرت بقرصات الجوع في بطني، ولكنني فضلت أن أتحمم قبل أن آكل. علمت أن هناك حماما بالقرب من البئر يستحم به أهل المدينة، فراقت لي فكرة أن أكافئ نفسي ببعض التدليل بعد هذا اليوم الشاق.
نظرت إلى قطعتي النقود اللتين بقيا معي، فقررت أن أشتري بإحداهما طعاما وأن أدفع الأخرى مقابل دخول الحمام. وصلت إلى الحمام الذي بني بالحجر فوجدته مفتوحا، وقد جلس على بابه رجل حبشي مهول الجسد، غليظ الوجه والشفتين، يتشقق خداه بعلامات بدت كالأخاديد في جلده السميك. دفعت إليه قطعة النقود فأشار إلى باب جانبي قائلا: اذهب إلى المسلخ. علمت أن المسلخ هو حجرة واسعة مقسمة إلى عيون يدخلها الناس كي يخلعوا فيها ملابسهم، وكان على بابها رجل يبدو أنه من أهل الحجر يعطي للداخل إزارا كي يستتر به. خلعت ملابسي على استحياء ثم استترت بالإزار وأنا أمسك عقدته بحرص شديد خشية أن تنفك. رأى الرجل ارتباكي وفهم أنها المرة الأولى لي في الحمام، فأشار إلى حجرة داخلية وقال: اذهب إلى المختص. دخلت إلى حجرة متسعة يتوسطها حوض كبير يتصاعد منه البخار، وقد امتلأت أنفي بالبخار الرطب. رأيت عددا قليلا من الأشخاص بالمختص، ويبدو أنها كانت نهاية اليوم بالنسبة للمكان. اخترت ركنا منزويا بعيدا عن الرجال الذين جلسوا في حوض المختص وقد غمرتهم المياه إلى أعلى صدورهم. هبطت الدرج فغمرني الماء الدافئ وشعرت به يتخلل جسدي، فجلست على كرسي من الحجر وأنا في حال بين الطفو والسكون، جعلني أشعر بالنشوة والاسترخاء. غمرت رأسي بالماء ومكثت تحت سطحه بقدر ما سمحت به أنفاسي، فامتلأت أذني بسكون محبب. حجب عن رأسي صخب العالم ونفض عنها زخم الأفكار. أعطاني عامل المختص حجرا للتدليك، فأغصت أمحو به ضرن الجسد ومتاعب اليوم من سعادة بالغة. ثم دخل إلى حجرة المختص رجلان بدا عليهما الوجاهة والأهمية وأثار جلب عند دخولهما. أسرع عامل المختص بإفساح الطريق لهما، فنزل إلى المختص في موضع لا يبتعد عني كثيرا. كان الأول بلينا تتهدل أزداؤه وتستقر على بطن عظيمة، أما الثاني فكان وسطا في حجمه، يلمع شعره المصفف بالدهن والزيت، وتلمع عينيه ذكاء حتى وهو صامت. كان الرجلان يتحدثان بصوت عال في نقاش بدا أن وجهات النظر تختلف فيه. قال الرجل البدين وهو يبلل كتفيه وصدره بالماء: هلك الحارس وترك خلفه غلاما يهيم في بحور الشعر ولا يلتفت لأمر البيت، ولو كان الحارس حيا ما جرأت قبيلة خزاعة على منازعة جرهم في أمر البيت. التقطت أذني اسم جرهم، وتذكرت حديث الشيخ عابر معي من قبل عن القبيلة التي تقوم على أمر البيت في بكة، ولكني لم أعرف من هي خزاعة. قال الرجل ذو الشعر المنمق في حديث محسوب الكلمات: لقد ولى عهد جرهم وأقبل عهد خزاعة. احمر وجه الرجل البدين وقال في حدة: أي سفه هذا، ما كان لبني إسماعيل وأخوالهم من جرهم أن يتركوا أمر البيت لخزاعة. قال الرجل في هدوء وهو يمط شفتيه: لا تضع بني إسماعيل وجرهم في حلف واحد، فقد سخط بنو إسماعيل على جرهم بعدما وقع من أمر إيساف ونائلة. بدا على الرجل أنه لا يعرف شيئا عن هذا الأمر، فقال: من هما إيساف ونائلة؟ نظر الرجل حوله وكأنما يتحرج مما سيقوله، فأبعدت نظري عنه حتى لا يعلم أني ألقي السمع على حديثهما. ثم قال: يقال إن رجلا من جرهم اسمه إيساف قد عشق فتاة من الجنوب اسمها نائلة، وأنهما كانا يتواعدان سرا. استخف الرجل بكلامه وقال: وماذا في ذلك؟ إن قصص العشاق تروى ليل نهار في أشعار الماجنين في أسواق بكة. هز الرجل رأسه وقال: الأمر مختلف، فالناس تقول إن إيساف قد واعد نائلة ذات ليلة واختبأ معها في الكعبة حتى لا يفتضح أمرهما، وبعد أن لعبت الخمر برأسيهما وقع عليهما داخل الكعبة وفجر بها، وبعد أن خرج من الكعبة انقضت عليهما صاعقة بين الصفا والمروة فمسختهما حجرين هناك، والناس يخشون من أن تحل اللعنة على بكة بما فعله رجل من جرهم. اتسعت عين الرجل البدين لحظات ثم انفجر ضاحكا وقد ارتقت أزداؤه من صدى قهقهته وقوى يقول:
لعمري إنها لكذبة ابتدعتها خزاعة كي تؤلب الناس على جرهم. ثم هز رأسه غير مصدق وقال وهو مستمر في الضحك: أي شيطان أوحى إليهم بأن يضعوا حجرين بين الصفا والمروة في الليل، ثم يأتي أحدهم في الصباح فيروي لهم تلك القصة البذيئة؟ ثم علا ضحكه وأكثر وهو يقول: أو لعلهم اتفقوا مع الشاب العاشق على تلك الكذبة كي يفر بمحبوبته. تبرم الرجل المنقب من ضحكته وقال: أيا ما يكن، لقد افتتن الناس بالقصة، وصار أتباع عمرو بن لحي الخزاعي بين الناس وهم يقولون إن السبب في ذلك هو عمرو بن الحارث الجرهمي الذي أذهب عقول الناس بالخمر والشعر. ووجد ابن لحي من بين الناس من يبغي الفتنة وينتظر أن تدور على جرهم الدوائر. صمت الرجل البدين عن ضحكه ثم عبس وجهه وهو يقول: أتوقع تلك الخسة منهم، فكم كرهت عمرو بن لحي لخبثه. ثم قال في جدية: اسمع يا زبيد، لابد أن نخرج للحج هذا العام، فظني أن خزاعة ستتحالف مع باقي العرب لدحر جرهم، وما ينبغي لنا أن نتيح لهم تلك الفرصة. قال الرجل المنمق الذي علمت في تلك اللحظة أن اسمه زبيدا: أتنصر جرهم على خزاعة وأنت الغوث سيد قبيلة طيء، وبينك وبين خزاعة عهد؟ قال الرجل في حسب، بل أنصر دين إبراهيم، فوالله لو تم الأمر لخزاعة لبدلوا دين إبراهيم حسدا من عند أنفسهم وحقدا على بني إسماعيل. مط زبيد شفتيه وقال: الأمر لك يا سيد قبيلة طيء. ولم أستطع أن أبقى أكثر من ذلك، فخرجت من المختص ثم جففت جسدي وكلي شوق إلى أن أجلس إلى الشيخ عابر كي أقص عليه هذه القصص. وفي المساء كنت أجلس إلى الشيخ عابر وولده دوما في الساحة المقابلة لحجرة الشيخ عابر، وقد خيم الوجوم والحزن عليهما. قال الشيخ عابر: ظننا أن الحارس سيصلح ما أفسده جرهم، ولكن القدر لم يمهله. قال الشيخ دوما في شفقة وغضب: حزني على ولده عمرو لا يزال فتى يافعا، ولن يصمد أمام مكر عمرو بن لحي. ثم أردف في حماس: يجب أن نجمع بين بني إسماعيل خلف عمرو بن الحارث يا أبتاه. أترك الشيخ عابر صامتا لحظات ثم قال: ما كان لبني إسماعيل أن يقاتلوا لأمر من أمور الدنيا يا ولدي. قال دوما في دهشة: ولكنه أمر من أمور الدين يا أبتاه، جرهم هم ولاة البيت. قال الشيخ عابر: ولكنهم لم يؤدوا حق البيت. تنهد دوما ثم قال: أيا ما فعلوه يا أبتاه في الماضي فهو أهون من أن تلا خزاعة أمر البيت. وجدتني أشترك في الحديث فقلت: لقد سمعت الغوث يقول إنهم يستبدلون دين إبراهيم إذا ما تولوا أمر البيت، أحق هذا يا شيخ عابر؟ تنهد ثم قال: ذلك رجم بالغيب يا بني، ولا يخلو من حسد بين القبائل. قال دوما مدافعا: ولكن العرب تعلم أن خزاعة لم تدخل في دين إبراهيم إلا من أجل الزعامة. قال الشيخ عابر: وهل تبغي جرهم غيرها يا بني؟ لم أفهم حتى تلك اللحظة لماذا يرفض الشيخ عابر نصرة جرهم بينما يتحمس الشيخ دوما لذلك، وبدا لي أن هناك من التفاصيل ما أجهله. ووجدتني أسأل الشيخ عابر: هل يمكن أن تقع الحرب في بكة يا سيدي؟ بان على وجهه الانزعاج وصمت قليلا ثم قال: الحرب فتنة يا غلام، والقتال في البيت الحرام أمر كبير، أسأل الله ألا تراق دماء في بكة. ويبدو أن سؤالي قد أثار قلقا لديه، فقام واقفا وقال: هيا يا دوما كي ننام، وغدا سنذهب أنا وأنت إلى بيت الغوث، ولعلنا نعلم منه ما يخلف سوء ظننا. الورقة 35. استيقظت مبكرا في اليوم التالي، وقد عزمت أن أفرغ من صنع العربة. أخذت قربة الماء وفطيرة محلاة بالعسل أبقيتها من طعام الأمس، ثم هبطت من التل وذهبت إلى الساحة التي وضعت بها الألواح والأدوات بجوار صخرة كبيرة. كان الجو صحوا جميلا، وقد زاد من صحوه نسمات الصباح اللطيفة التي هبت من جهة الشمال وظلال التل التي امتدت على الساحة أمامي. شمرت ساعدي وحزمت جلبابي وبدأت في العمل في همة وحماس. ثقبت الألواح من أطرافها بالمسقاب الدقماق،
وكنت مع كل طرقة أتذكر أبي في مشاهد عدة، تارة وهو يصنع أعمدة خيمة الاجتماع، وتارة وهو ينحت تابوت العهد، وثالثة وهو يصنع كوخنا الذي كان عامرا بالمحبة والود في واحد رفيدم. وبعد أن فرغت من ثقب الألواح قمت برصها جنبا إلى جنب، ثم جمعتها بالأحبال قبل أن أحكمها من زواياها وجوانبها بالدسر حتى صارت كمحفة كبيرة متينة. أردت بعد ذلك أن أرفعها كي أضع لها القوائم التي ستجتز على العجلات، فجمعت بعض الأحجار ووضعتها فوق بعض، ثم رفعت المحفة من أحد جانبيها على تلك الأحجار، ووضعت جانبا الآخر فوق الصخرة. وقفت ألهث من المجهود الذي بذلته، فقد كانت الألواح بعد تجميعها ثقيلة، وخطر على بالي طيف راب الذي كان يساعد أبي في صنع الصناديق، وشعرت بالفخر أني قد قمت بهذا العمل العظيم وحدي دون مساعدة. فتحت قربة الماء وشربت دفقتين منها، وما إن وضعتها على فمي حتى رأيتها تقف أمامي. كانت شاحبة واهنة، وقد تضاءل جسدها عن ذي قبل، تنظر إلي بعيون باكية لا تخلو من اللوم، وكأنها تقول لي: كيف انشغلت عني وتركتني في أحزاني؟ ألقيت القربة جانبا واندفعت إليها ملهوفا، احتضنتها في قوة بلا إحجام ولا تردد، ولملم بين ذراعي شتات قلبها المبعثر، وأهب خفقان قلبي دبيب الحياة لفؤادها المكسور. تتابعت أنفاسها كغريق يتلقف أنفاسه بصعوبة قبل أن تشهق باكية بأنفاس محترقة. أحسست لهيبها في صدري، تركتها تبكي حتى ابتلت كتفي بدموعها، ولست بالصمت، فقد علمتني أوجاع الحياة أن للحزن نصيبه من البكاء الذي لا تحسبه الكلمات، وأن كلمات التعازي لا تقف أمام طوفان الدموع الهادرة في ذروة الأحزان، وخير لقائها أن يبذلها حين تجف المآقي وتنحصر الأمواج. أجلستها على صخرة إلى جواري، وأخذت أنظر إليها وهي تجفف دموعها براحتيها. نظرة اختلفت عن ذي قبل، لم تعد نظرة الصبي الذي فارق رهق الصبا إلى ثورة الشباب. تضطرب مشاعره لكل خجلة تأتي بها أنثى، ولا سيما إذا كانت تلك الأنثى هي المرأة الوحيدة التي رآها في حياته غير أمه، بل صارت نظرة رجل يرى امرأة يتعلق بها قلبه. أفضت إليه بمكنون قلبها، فخلعت عنه عباءة الصبا، ووهبته قوامة لا يحملها إلا رجل. قسمت فطيرة العسل شطيرتين، فمنحتها شطرا وقلت لها: تأكلين؟ أنا لم آكل منذ الصباح. تناولتها متثاقلة وقالت: وأنا لم آكل منذ أتينا إلى هنا، وما زالت نفسي تعاف الطعام. قلت لها مشجعا: كلي، فأنا بحاجة إلى القوة كي تتحملي السفر إلى بكة. سألتني: ومتى السفر إلى بكة؟ لم أقص عليها بالطبع أمر عدنان الحداد، ولم أشأ كذلك أن أزعجها بأخبار بكة المحزنة، فأجبت: لا أعلم، ولكني أظن أن إقامتنا هنا ستمتد لأسابيع.